الحمد لله القائل في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله القائل في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ونصلي ونسلم ونبارك على إمام الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين رحمة الله للعالمين. ثم أما بعد، أحبتنا الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم أهل القرآن الكريم في حلقة جديدة مع ضيف جديد نحسبه على خير من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. معنا في حلقة اليوم شاب نشأ في طاعة الله، شاب من بيت قرآني حيث جميع أقاربه وأخواله من أهل القرآن، كما أن جده شفاه الله وعفاه من أهل القرآن. عندما يتحدث فلا يخرج من فمه إلا القرآن، وعندما يتكلم فلا يخرج من فيه إلا ذكر الله الطيب. فلنرحب معا بالضيف الشيخ أسامة محمد أبو عميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة الطيبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرفكم بنفسي، اسمي أسامة محمد أبو عميرة. حفظت القرآن من صغري في المرحلة الإعدادية. تعلمت على يد مشايخ أفاضل أخص بالذكر منهم الشيخ محمد بيدس والشيخ مصطفى كحكح. أنا حافظ لكتاب الله ومجاز برواية حفص عن عاصم وبعدة قراءات. أسأل الله أن يجعلني من أهل القرآن العالمين العاملين. سأقرأ عليكم ما تيسر في بداية سورة الواقعة من قراءة أبي جعفر، فاللهم سدد ووفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ربنا ونأتوب إليك. جزاك الله كل خير. أحبتي في الله، أمتعنا ضيفنا الكريم بقراءة أوائل سورة الواقعة برواية أبي جعفر. أحبتي في الله، جزاه الله عنا كل خير. يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وها نحن قد اقشعرت قلوبنا واقشعرت أبداننا بهذه التلاوة الطيبة التي نحسبها على خير، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يرزقه وإياكم الصحة والعافية. إن شاء الله أحبتنا في الله، في حلقة جديدة مع ضيف جديد مع برنامجكم أهل القرآن. والسلام في الختام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.